يلا بينا نعمل اللانشون طريقة مضمونة وبعملها من سنين بدون لحمة ولا فراخ وبدون جيلاتين وطعمها مفيش بعد كده. هسيبكم انتوا بقى تحكموا عليها من بعد ما تجربوا الطريقة دي. وفي البداية بحب اشكر كل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناة نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. لو لسه اول مرة بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. وصفتنا حلوة جدا هتعجب الاولاد لما نعملها لهم في اللانش بوكس. هنشتغل النهارده في الخلاط، لو ما عندكيش الخلاط اشتغلي في الكبة عادي. معايا هنا اول حاجه في المكونات بتاعتنا 5 بيضات، هضيف عليهم 5 قطع من الجبنه المثلثات، ولو مش متوفره عندك تقدري تستخدمي اي نوع جبنه متوفره معاكي. هضيف عليهم كمان فنجان صغير كده من الزيت، ونحاول نحط المكونات السائله في الاول كده في الخلاط، وبعدين نضيف المكونات الجافه علشان يتضربوا معانا بسهوله وما يبوظوش الخلاط بتاعنا. معايا هنا 5 معالق كبار هرميين من الدقيق، ومعايا كمان معلقه كبيره هرميه من النشا، ولو مش متوفر عندك نشا تقدري ما تضيفيهوش، هو بس بيخلي اللانشون مترابط وناعم كده معاكي زي الجاهز بالظبط. هنضيفهم كده على المكونات السائله بتاعتنا. نضيف بعد كده التوابل، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البابريكا، كمان كزبره ناشفه وفلفل اسود مطحون. بعدين هيكون معايا 5 فصوص من الحبهان وفصين من الثوم وواحده كده من مرقه الدجاج. دول بقى لازم يطحنوا كويس جدا في المطحنه قبل ما يتحطوا في الخلاط. هحطهم هنا كويس جدا في المطحنه. هضيفهم بقى، هضيف عليهم كمان لون غذائي احمر طبعا مصرح بيه من وزاره الصحه، ولو مش متوفر عندك تقدري تحطي بنجر، بس اهم حاجه تسلقيه الاول. بتجيبي اللون الغذائي ده من عند العطار، بيكون فيه سائل زي كده وبيكون فيه برضو بودر. هنحط 3 4 نقط كده، ما نكترش عشان يبقى لونه طبيعي زي اللانشون الجاهز. لو جبتي اللون البودر حطي ربع معلقه شاي صغيره، وحاولي تحطي اللون بالتدريج لحد ما توصلي للون اللي انت محتاجاه. هضيف بعد كده ربع معلقه صغيره من الملح، وما نحاولش نكتر الملح عن كده لان المرقه بيكون فيها ملح، فيعني كده الملح مظبوط. هنضرب بقى كله مع بعضه في الخلاط، نحاول من وقت للتاني ننزل الدقيق اللي على الجناب كده علشان كله يتخلط مع بعضه. شايفين ده بقى لونه قبل التسويه بيكون لونه فاتح كده، بعد ما تسويه بتلاقي اللون غمق سنه. نحاول نخلي اللون فاتح كده علشان بعد التسويه يبقى زي الجاهز بالظبط. ممكن بقى تعمليه بالزيتون الاخضر المخلي، وممكن برضو تعمليه بالفلفل الاسود اللي مش مطحون اللي هو الصحيح. هنعمله النهارده بالزيتون المخلي، وده هنضيفه اخر حاجه خالص بعد ما نبطل ضرب. نضيف حوالي 3 معالق كبار كده، وهنقلبهم بالمعلقه بس مش هنضرب بالخلاط خالص. ولو هتعمليه بالفلفل الاسود هتضيفي معلقه كبيره من الفلفل الاسود الحبوب وهتقلبيهم مع بعض. بس عملته النهارده بالزيتون علشان الاطفال ما يبقاش حرق عليهم بالفلفل الاسود. هنيجي بقى للتسويه، بكون محوشه اكياس الجلاش دي، هي دي بقى اللي بسوي فيها اللانشون، ولو متوفر عندك الاكياس الحراريه الطويله دي برضو هيكون افضل. هحط بقى الكيس في كوبايه كده، وحاولي في الوقت ده يكون معاكي حد يمسك لك الكيس افضل من الكوبايه عشان الخليط ما يتكبش منك وما تهدريش حاجه من الخليط. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ هحاول بقى افضي كل الخليط بتاعي كده في الكيس، وطبعا مش هنسيب ولا نقطه كده من الخليط ده، هنجيبهم بالاسباتيولا كده. حاولت على قد ما اقدر اعملهم مع نفسي لان ما كانش معايا حد يمسك الكيس وانا افضي الخليط. وهنا بقى كنت خلاص فضيته كله كده وما خليتش ولا حاجه في الخلاط بتاعي. هنزل بقى الخليط بتاعي كله لتحت، وبعد كده هربط الكيس وهجيب كيس تاني كمان زيه وهحط بقى الكيسين جوه بعض كده. ولو حابه تعمليهم في اكياس البيض او اكياس السندوتشات برضو عادي ينفع، بس طبعا مش هيبقوا بالشكل الاسطواني ده. نحاول برضو نوزع الزيتون بايدينا كده علشان ما يبقوش متجمعين في مكان واحد. هنلفها بقى كده بورق السلوفان كويس، وهنبرمها من الجناب كويس زي البونبونيه كده. هجيب بقى حله تكون نفس المقاس بتاع اللانشون، هنقيس بس المقاس، وبعد كده هملى الحله دي ميه وهرفعها على النار لحد ما الميه تغلي. هحط بقى فيها اللانشون بتاعي، حاول على قد ما نقدر ان الميه تكون مغطيه اللانشون كله، ومش هغطي الحله بتاعتي خالص. ولو حسيتي ان اللانشون بيطلع معاكي لفوق حاولي تسنديه بكبشه او حاجه من فوق، لازم كله يبقى داخل جوه الميه عشان كله ياخد سوا مظبوط. لو الميه نقصت زوديها ميه. ولما تيجي بقى تغسلي الخلاط بتاعك تشطفيه كويس كده الاول، وبعد كده حطي فيه شويه ميه وشويه صابون سائل واضربيهم بقى في الخلاط، واتفرجي بقى على النظافه والريحه من غير ما تحطي لا سلكه ولا اي حاجه، هتلاقيه بقى نضف وبقى فل شمعه منوره. فكره بقى حبيت اشاركها معاكم، ولو عملتي اي حاجه في الخلاط بعد كده اغسليه بالطريقه دي هتريحك كتير. وهنا بقى كان خلاص اللانشون بتاعي استوى وخد معايا حوالي ساعه على النار. هنطلعه كده بره ونسيبه يبرد شويه. بصوا بقى هنا الجمال، بصوا هنحاولي تقفليه كويس في الكيس وفي السلوفان لانه لو وصل له ميه وهو على النار مش هيكون طعمه حلو خالص. طبعا هنفك بقى التقفيله بتاعته، ده اول كيس ده بقى هنشيله كده، وهنفتح بقى تاني كيس اهو.
ايه رأيكم بقى في شكله؟ طبعا هو سخن دلوقتي شوية، هسيبه بقى يهدى شوية برا التلاجة وبعد كده هنقطعه مع بعض. شايفين بقى هنا متماسك ازاي؟ طبعا هنا انا مدخلتوش لسه التلاجة، قطعته بعد تقريبا نص ساعة كده. كمان شايفين لونه بعد التسوية بقى اللون المظبوط، شايفين قد ايه هو متماسك وكمان زي اللانشون بتاع بره بالظبط، ولا كمان طعمه خطير يا جماعة، لازم تجربوه. لو وصلتوا بقى معايا لهنا عايزة لايكات كتيرة قوي على الفيديو ده علشان يوصل لكل الناس والكل يستفاد. حاولوا بقى تعملوا الحاجات دي في البيت، احسن بكتير من الجاهزة طبعا، كلها مواد حافظة وكلها مش صحية اصلا. كمان دي حاجات مضمونة كده، انت اللي عاملاها على ايدك، عارفة ايه المكونات اللي انت حطاها، انما الحاجات الجاهزة دي مش مضمون فيها ايه. رأيكم بقى في فيديو النهاردة؟ اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا لو بمعلومة بسيطة من الفيديو. هنرص بقى كده اللانشون بتاعنا في علبة وهنحطه في التلاجة. انتظروني بقى في الفيديوهات الجاية، عندنا وصفات كتيرة حلوة قوي لللانش بوكس. هسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، اشوفكم بقى في الفيديوهات الجديدة اللي جاية. سلام عليكم.